السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان نعمل بلوفر أول خطوة لازم نبقى حاطينها في حسباننا إن احنا ناخد المقاسات ونعرف بالظبط هنشتغل كام غرزة. أنا هنا أخدت المقاسات بتاعتي بالنسبة لمحيط الصدر والظهر أو محيط البلوفر ككل هو 58 سنتي، بالنسبة لمحيط الكم 23 سنتي. دول أهم مقاسين محتاجين نعرفهم في الأول علشان دول اللي على أساسهم هنبتدي نعمل كاست اون لعدد الغرز. طيب أنا عرفت المقاس، هعمل بقى ازاي الكاست اون او هعرف كام غرزة بالظبط انا محتاجاها. الخطوة اللي بعد كده ان احنا بنعمل قطعة الاختبار واللي هي عبارة عن انا بجيب الابرة اللي هشتغل عليها والخيط اللي هشتغل بيه واعمل 10 غرز بالعرض و10 صفوف بالطول. وبعد ما بعمل الخطوة دي بجيب المزورة بتاعتي واشوف بالظبط هما 10 دول هيعملوا قد ايه. شوف وشي ميكونش ممسوح اهو. انا يهمني دلوقتي العرض بتاعي بتاع 10 غرز هيكون 6 سنتي. تمام. ملحوظة سريعة، انا لو هشتغل على ابرتين لان ساعات لما نيجي نشتغل البلوفر الاستك بتاعه من تحت واستك الكم او اللي هي الغرزة الجرسيه بنعملها بإبرة أقل من بقية جسم البلوفر. وقتها أنا هعمل قطعة الاختبار بإيه؟ هعملها بالإبرة اللي أنا هشتغل بيها الجسم البلوفر كله أو الكم كله، مش الجزء بتاع الأستيك أو الجرسيه بس. طيب أنا خلصت أهو، عرفت أنا عدد الغرز 10 بيعملوا لي كام صف بالعرض؟ بيعملوا لي 6 سنتي أو 10 غرز بيساوي 6 سنتي. طيب بالنسبة لمحيط البلوفر انا عندي 58 سنتي على الاتنين، لان انا هعمل الوش لوحده والظهر لوحده. ده لو انا هشتغل بالابر المستقيمه، فلو انا هشتغل بالابر المستقيمه هقسم على 2، الوش لوحده والظهر لوحده هيعمل لي 29 سنتي. 29 سنتي بالتقريب يعني هنقول 30 سنتي تقريبا. 30 سنتي على 6 سنتي هيدوني 5 في 10 غرز هيدوني 50 غرزه للوش و50 غرزه للظهر. طيب بالنسبه للكم، الكم هو عندي مقاسه 23 سنتي، انا مش هقسمه على 2 لان هو كل كم 23 سنتي، وبالتالي هيبقى 23 سنتي على 6 على طول، مش على الاتنين، على 6 اللي هي 6 سنتي هيديني 5 و3 والعشرة بالتقريب 5.5. 5.5 في 10 غرز يعني 55 غرزة بالتقريب 56، علشان انا افضل دايما ان انا اشتغل بغرز عدد زوجي مش فردي، يعني 56 غرزة لكل كم. كده انا عرفت المقاسات اللي انا هشتغل بيها، عرفت هبتدي كاست اون كام غرزه. ده احنا بنتكلم على الابر المستقيمه مش الابر الدائريه الكابل، لان الابر الكابل بتبقى مختلفه من حيث بدايتنا ومن حيث احنا بنشتغل ان كله الظهر مع الوش وبنبتدي بالرقبه. طيب كده احنا هنبتدي نعمل كاست اون لجسم البلوفر الاول، للوش الاول او الظهر الاول. وطبعا لو عايزين تشتغلوا الاتنين مع بعضيهم الوش والظهر في نفس الوقت لكن على حدة، بنحتاج بكرتين من نفس اللون اللي احنا نشتغل عليه. طيب يبقى كده احنا هنشتغل دلوقتي ايه؟ هنعمل كاست اون، وبعد كده هنشتغل الجزء الخاص بالجرسيه، غرز الجرسيه او الاستيك لحد ما نوصل ل تحت الابط عشان نبتدي نعمل حردة الكم. انا بالنسبة لي هنا الطول اللي هشتغله هيكون حوالي دول كله 40 وده هنا 35 سنتي. هعمل الجزء الاستك اللي تحت حوالي 4 سنتي، وبعدين هعمل 32 سنتي تقريبا قبل ما ابتدي حردة الابط. فاشتغلوا جسم البلوفر ونشوف الخطوة اللي بعد كده، وبالتوفيق.